السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. الكرة مع فلفل. طبعا النهارده باختصار كده هنتكلم على بعثة النادي الاهلي. الحمد لله وصلت الامارات وبدأوا اول تدريباتهم النهارده. يعني شفنا كده في التدريبات الحاجة اللي فرحتني قوي قوي من قلبي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طبعا كابتن امام عاشور بيرجع تاني للتدريبات الجماعية. يعني 80 90% مش هيشارك، لكن كفايه عندنا بس ان هو ابتدى بقى ينزل تدريبات جماعيه، او لو حتى مثلا هيشارك في وقت قصير او اي حاجه في الماتش التاني. لكن انا اعتقد ان صعب ان هو يلحق الماتش الاولاني. طبعا الراجل بقاله 45 يوم او اكتر قاعد في البيت. اهم حاجه ان هو الحمد لله ابتدى يرجع، وابتدى ان هو، والف الف سلامه عليك يا كابتن امام ان انت رجعت بالسلامه الحمد لله. النهارده شفنا الفريق كله، شفنا محمد شريف برضو في التدريبات. مش عارفين هو جاهز ولا، انا ما اعرفش بصراحه هو جاهز ولا لا. وشفنا كابتن حسين الشحات، بس طبعا ما كانش بيتدرب مع الفريق لان هو لسه مش جاهز، لسه عنده الشد اللي عنده. ربنا ان شاء الله يشفيه وان شاء الله يرجع بالسلامه هو كمان. آه، باختصار كده ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ويكسب ماتش سيراميكا باذن الله تعالى، لان الماتش ده هيبقى دفعه قويه، لان فريق سيراميكا فريق تقيل جدا، فريق محترم، فريق منظم، فريق عنده روح في الملعب. يمكن معظم اللعيبه بتاعته من الاهلي، فتحس ان في روح الاهلي في الملعب برضه، فهيبقى ماتش مش سهل. والناحيه التانيه برضه بيراميدز والزمالك، اعتقد انه هيبقى ماتش مش سهل، هيبقى ماتش صعب على الفرقتين. ويمكن صعب على الزمالك اكتر، لان الزمالك عايز يكسب وعايز يوصل النهائي، عايز يفرح جمهوره، عايز يرجع تاني لان هو يفرح جمهوره. وطبعا بمناسبه ان احنا جبنا سيره الزمالك، عرفنا برضو ان الفيفا وقفت قيد الزمالك. دي المرة تقريبا العاشرة تقريبا او التاسعة يعني. ربنا بقى يفك دقيقتهم من الموضوع دوت. عارفين ان في ازمات في الزمالك طبعا كتيرة، يعني ربنا بقى يحلها من عنده، الله اعلم هي هترسى على ايه معاهم. ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله ونشوفه في النهائي يفرح الجماهير. وبالنسبة برضو للناس اللي اتكلمت على بطولة افريقيا تاني وبتقول ان مجموعة الاهلي مش صعبة او ان هي عادي، طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم على مين. على فكره يا جماعه احنا بنلاعب ابطال الدوريات، يعني كل بطل دوري احنا بنلعبه، ما بنلعبش الفرق اللي هي تالت ورابع الدوري. الفيدراليه الفرق اللي بتلعب فيها بتبقى تالت ورابع الدوري، ففي فرق. بقى ما حدش يجي يقول لي ده بيقولوا، يعني الدنيا كلها بتقول ان الاهلي في اقوى مجموعه وربنا يسترها عليه. واحنا قلنا من خلال القناه ان الاهلي ما يهموش حد، الاهلي رقم واحد ما يهموش اي حد. فانت ما تجيش تقول لي ده مجموعه الاهلي عاديه.